من فترة كنت في ايفنت في كلية ما، وقابلني احد الطلبة المتفوقين اللي كان في سنة رابعة. وقتها انا كنت بسأله وبقول له: انت اتخصصت في ايه دلوقتي او هتشتغل في ايه بعد ما تتخرج؟ قال لي: انا ما اتخصصتش في اي حاجة خالص. قلت له: طب يا ابني، ده انت خلاص قربت تتخرج، مش ناوي ان انت تتعلم تخصص يعني عشان تشتغل في شركة؟ قال لي: لا، انا قاعد بحل بروبلم سولفينج وبدخل مسابقات وبحل مسائل على كود فورسز والدنيا مية مية معايا. قلت له: يعني طب يعني انت لما تطلع هل هتشتغل في الحاجة دي؟ قال لي: انا هشتغل في شركة فانك، وهي دي الحاجة اللي انا مخطط ليها والحاجة اللي انا عاوز اعملها في المستقبل. قلت له: يعني ما عندكش اي خطة بديلة لموضوع الفانج ده؟ قال لي: لا، ما عنديش اي خطة بديلة، وهو ده اللي انا عاوز اكون فيه. ده اللي احنا جايين نتكلم عنه في الفيديو، لان الكلام ده عامل مشاكل لطلبة كتير جدا، وانا قررت ان انا لازم اتكلم عن الموضوع واحسم جزئية الكومباتيتيف بروجرامينج دي نهائيا. فيلا بينا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا علي شاهين، المدير التنفيذي لشركة IT Legend. لو عايز تستفيد من خبراتي في البرمجة وفي البيزنس وفي الحياة، اشترك في القناة عشان ما يفوتكش اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها، وهتلاقي في الديسكربشن لينكات كتير جدا هتساعدك في مجال البرمجة، وهتلاقي معلومات التواصل بتاعتي اللي من اهمها قناة التليجرام، وهتلاقي كورساتي المجانية وكورساتي المدفوعة. من 6 أو 7 سنين من دلوقتي ابتدى يزيد الاهتمام بشكل كبير جدا بالبرمجة التنافسية في مصر، واصبح كل كلية فيها كوميونتي خاصة بيها بتجهز الناس ان هم يدخلوا المسابقات، وفي ناس قدرت انها تاخد رانكس في المسابقات الكبيرة العالمية او المسابقات اللي موجودة في مصر. والموضوع ده ساعد ناس كتير جدا ان هم يدخلوا شركات كبيرة او ان هم يحسنوا مستواهم المهني، ويمكن كمان في ناس ساعدهم الموضوع ده على المستوى الشخصي. وانا بصراحة واحد من الناس اللي بدعم فكرة المسابقات، ويمكن دعمت بعض الفرق كمان اللي كانت طالعة المسابقات في بعض الاوقات. وحقيقي لو كان رجع بيا الزمن وكانت المسابقات دي على الوقت اللي انا موجود فيه في الكليه، كنت اكيد هكون واحد من الناس المشاركين فيها. هتقول لي: يا باشمهندس، طب امال باين ليه كده من عنوان الفيديو ومن الصوره ان انت في حاجه مش عاجباك او في حاجه يعني مش ظابطه معاك قوي؟ اقول لك: انا مشكلتي مش مع المسابقات ولا الكومباتيتيف بروجرامينج نفسها، انا مشكلتي الحقيقيه في حاجتين اتنين. اول حاجه في الطريقه اللي بيتسوق بيها الكومباتيتيف بروجرامينج، ثاني حاجه في شخصيه الشباب اللي موجودين في كوميونتي الكومباتيتيف بروجرامينج، واللي ترتب طبعا على طريقه التسويق اللي اتعملت بيها. تعال نمسك مع بعض الموضوع واحده واحده. اول حاجه، الكومباتيتيف بروجرامينج بتتسوق على ان هي مفتاح الشركات الفانك، وان انت بمجرد ما اتعلمت الموضوع ده ودخلت مسابقات، حرفيا الشركات هتبقى بتتخانق عليك. جوجل هتبقى بتضرب مايكروسوفت قلمين ثلاثه عشان ياخدوك منهم، وشركه ميتا هتتخانق مع ابل، وهيخشوا مع بعض كلهم في معركه. في الاخر انت هتدخل شركه منهم من الاخر. وان انت لو اشتغلت في اي شركه متوسطه او اي شركه صغيره، انت كده حد كده مالكش لازمه. وبصراحه يا جماعه الموضوع ده فيه مشاكل واخطاء كتيره جدا، لان اولا الكومباتيتيف بروجرامينج هو مش بيعلمك البروبلم سولفينج كلها، هو بيعلمك جزء من البروبلم سولفينج، وفي حاجات تانية كتير انت محتاج تظبط نفسك فيها عشان تبقى بروبلم سولفر شاطر. وكمان انت لما بتدخل انترفيو في شركه كبيره او شركه صغيره، المسائل اللي بتجيلك ما بتبقاش بنفس الشكل اللي بيجيلك في الكومباتيتيف بروجرامينج. ممكن يكون الموضوع ده اسهل عليك كحد اشتغلت ودخلت مسابقات وكلام من ده، ولكن الموضوع ما بيبقاش بنفس الشكل ده. بالاضافه ان مش دي المهاره الوحيده اللي انت محتاج تشتغل عليها، انت محتاج تشتغل على حاجات تانية كتير جدا. على سبيل المثال، انت محتاج تتعلم ازاي تبقى سوفت وير انجينير كويس، محتاج تتعلم سيستم ديزاين وسيستم اناليسيز، محتاج تتعلم داتابيسز، اوبريتنج سيستم، نتوركس، محتاج تتعلم حاجات تانية كتير تساعدك ان انت تبني مايند سيت كويسه عشان تنزل تشتغل. ده بالاضافه لحاجات كتير لسه هنتكلم عنها كمان شويه. تاني مشكله عندي وهي شخصيه الشباب اللي جوه الكوميونتي بتاعت الكومباتيتيف بروجرامينج، واللي تسوق لهم بشكل كبير جدا بالطريقه اللي انا لسه مكلمك عنها من شويه. ده بينتج لنا ايه؟ ده بينتج لنا للاسف اول حاجه ان في بعض الشباب بيبقى عندهم غرور وايجو عالي جدا جدا، اللي هو انا جامد قوي وبحل مسائل صعبه قوي وبحل على كود فورسز، وانت يا زميلي اللي ما بتحلش وما بتعملش الحاجات دي انت وحش اصلا ومالكش لازمه، ده انت ما جيتش اساسا، انت لسه ما عملتش اي حاجه، لما تعرف تحل المسائل اللي انا بحلها تبقى تيجي تتكلم معايا. طبعا دي مشكله كبيره جدا، لان انت النهارده حطيت نفسك في حته مش كويسه، والغرور بيقتل صاحبه. مهما كنت انت كويس لازم تتواضع، لان العلم ملوش اخر، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. انت كل ما انت تقدمت في العلم المفروض تزداد تواضع مش تزداد غرور اساسا يعني. تاني نقطه، ان في بعض الشباب بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا في السوفت سكيلز، تيجي تتكلم معاهم تحس ان انت بتتكلم مع روبوت، تحس ان انت يعني بتتكلم مع حد
خلاص حياته كلها بقت مسائل، حياته كلها بقت بروبلمز، حياته كلها بقت اوبتمايزيشن، اي حاجه عايز يحسنها وخلاص. حتى لو كانت بره اساسا البرمجه وبره الكلام ده كله، هو خلاص عينه بقت بتلقط المشكله وعايز يحسنها، نتيجه طبعا تركيزه العالي مع الموضوع ده. واللي انت ما تعرفوش يا صديقي العزيز ان الشركات الفانج والشركات الكبيره بيهتموا بشكل كبير جدا بالسوفت سكيلز، بيهتم كويس قوي ان انت تكون بتعرف تتعامل، وبتعرف تتعامل وسط فريق، وبتعرف تتكلم مع زمايلك، بتعرف تعبر عن نفسك كويس. وده اللي ما بنلاقيهوش في ناس كتير جدا من اللي بيدخلوا الكوميونتي دي. طيب وبعد بقى الايجو والغرور ده كله، وبعد المشاكل في السوفت سكيلز اللي احنا اتكلمنا عنها، تعالى بقى كلمني وقول لي في كام واحد من الكوميونتي بتاعه الكومباتيتيف بروجرامينج بشكل عام بيشتغلوا في شركات فانج. هتلاقي ان العدد ما هواش كبير قوي، وفي عدد تاني بيشتغلوا في شركات صغيره، وفي عدد لا بأس به ما بيشتغلش اصلا. في ناس اصلا ما بتشتغلش، بيفضل يدور على حلمه بتاع الفانج ده وهو مش عامل اي خطه بديله، فبالتالي ما بيلاقيش، فبالتالي بيقعد فتره كبيره ما بيشتغلش، فبيروح يدور على اي حاجه يشتغلها وخلاص، وانتهى الموضوع على كده. وهتلاقي ان الطالب الغلبان اللي انتوا كنتوا بتتريقوا عليه، كنتوا عاملين تقولوا ان هو وحش وان هو ما بيعملش اي حاجه في حياته، بيروح يشتغل في شركه وبيقبض مرتبات، وانت يا باشا قاعد ما بتعملش اي حاجه. ودي نتيجه المشاكل اللي جوه الكوميونتي دي. وعشان كده احنا جايين بقى النهارده نتكلم في شويه نصايح بسيطه نوجهها للشباب دول. اول حاجه عاوزين نقول يا جماعه ان مفيش حاجه في الدنيا هي مفتاح الجنه، مفيش حاجه في الدنيا لو انت اتعلمتها هتفتح لك كل الشركات الكبيره دي كلها. ده بيبقى نتاج تعب ومجهود كبير جدا، نتيجه ان انت بقيت بروبلم سولفر شاطر، نتيجه ان انت بنيت مايند سيت بتاعت انجينيرنج كويسه، نتيجه ان انت اتعلمت سوفت سكيلز، ونتيجه ان انت اتعلمت الكالتشر بتاعت الشركه اللي انت داخلها. حرفيا يا جماعه في كتب اساسا لازاي ان انت تدخل الشركات اللي زي دي، في كتب بتعرفك ازاي تدخل شركه جوجل، ممكن تقرا وتتعرف على الموضوع وتعرف ازاي الموضوع ده بيحصل، تشوف ناس قبل كده دخلوا في انترفيوز وتشوف الخبرات بتاعتهم، تتابع ناس هم اصلا اشتغلوا في فانج، اشتغلوا في شركات كبيره زي دي، تقدر انك تستفيد بخبراتهم وتعرف هم ازاي وصلوا للموضوع ده. ومش كلهم على فكره بتبقى خلفيتهم كومباتيتيف بروجرامينج، عادي في ناس ما بتبقاش خلفيتها كده وبيقدروا ان هم يدخلوا شركات كبيره. بالاضافه ان انت لازم يكون عندك خطه بديله، لازم تتعلم تكنولوجي، لازم ان انت تتخصص في مجال وتشوف المهارات اللي محتاجها المجال ده وتتعلمها، عشان لو طلعت ما لقيتش شغل في فانج، او حتى يا سيدي ممكن تشتغل في شركه صغيره او شركه متوسطه لحد ما تمشي حالك لفتره، وانقل بعد كده على فانج براحتك، او اعمل انترفيوز، خد وقتك في ان انت تعمل انترفيوز وخش المجال اللي انت عاوزه، مفيش اي مشاكل خالص. مفيش مشكله ان انت يبقى في عندك طموح، لكن المشكله ان انت ما يبقاش عندك اي خطط بديله غير الطموح اللي في دماغك ده. بالاضافه ان انت لما تتعلم التكنولوجي دي لازم تبتدي تعمل بيها مشاريع، لازم تعمل سي في كويس، تعمل لينكدين كويس، تبتدي تعمل نتورك كويسه تساعدك ان انت تلاقي وظيفه بسرعه. وكمان يا جماعه انا عايز اوجه رساله للشباب اللي بيتعرضوا لتنمر او بيتعرضوا لكلام مش ظريف من بعض الشباب اللي موجودين في الكوميونتي دي. يا جماعه انتوا برضو مش ماشيين في حاجه وحشه، كون ان انت بتتعلم اساسيات كويس ثم بتتعلم تكنولوجي وبتعمل مشاريع وهتبتدي ان انت تقدم في شركات، انت مش وحش، بل بالعكس ممكن انت اللي تشتغل وهو اللي ما يشتغلش. الشغل دي حاجه بتاعت ربنا ومفيش حد يقدر ان هو يحكم فيها، لا انا ولا غيري ولا اي حد، كل واحد فينا بيعمل اللي عليه. انت بتتعلم وبتعمل سي في كويس وبتدور على شغل، وربنا بيرزق، ربنا بيرزق المؤمن، وربنا بيرزق الكافر، وربنا بيرزق الناس كلها. المهم ان انت تجتهد وتعمل اللي عليك، ما تبصش لغيرك، ما تتاثرش باي حاجه، ادي لكل حاجه وقتها. عايز تخش في الكومباتيتيف بروجرامينج خش، لكن ادي الموضوع ده سنه، ادي الموضوع ده سنتين، بعد كده لازم تدور على تخصص، ولازم تتعلم تكنولوجي، ولازم تطبق على مشاريع، وتفكر في السي في، وتفكر في مستقبلك، وتفكر في الفتره اللي انت هتتخرج فيها هتقدر توصل لاول شركه ازاي، اللي هي اصلا اصعب خطوه بتعدي عليك كحد محتاج ان هو ياخد وظيفه في مجال البرمجه. ومن هذا المنطلق انا برضو بفكركم ان احنا عندنا دبلومه لتعلم الويب من الصفر للاحتراف، تقدر ان انت تدخل فيها تبتدي لو ما عندكش اي معلومات خالص عن البرمجه، بنبتدي معاك بالاساسيات البسيطه خالص، اللي هو يعني ايه كمبيوتر اساسا، وايه هي مكوناته، وكل المعلومات اللي انت محتاجها قبل ما تدخل لتعلم البرمجه. وبنعلمك اساسيات البرمجه بلغه السي شارب، وبنأسسك كمان في مجال الويب، وبتطلع بمشاريع كويسه جدا بتقدر ان انت تحطها في السي في بتاعك، وتقدر انها ان شاء الله باذن الله تحطك على اول الطريق، بحيث ان ربنا يكرمك وتتقبل في اول شركه. لو الفيديو عجبك اعمله لايك وشيره مع اصحابك، واشوفك على خير في فيديو جاي. سلام عليكم.